المرحلة الرئيسية وبعد كده المرحلة الختامية. احنا طبعا عارفينها في الكتاب المراحل الفنية، بس احنا لازم نقسمها للشكلين. تقدير زي ما اتفقنا، مش احنا قلنا في كروس؟ طب الكروس ده تقديري ولا ايه؟ كروس خطوات للاضطراب للأداء التنفيذ. خلاص؟ مش باخد الكروس عشان اطلع كوره. الأداء الرئيسي ايه؟ مهارة ايه؟ الدفع. الدفع ده من اول ما الكوره حضرتك بتعملي كده ده الدفع. الكوره مشيت في المنطقه، لكن طول ما انا ماشي كده وبغير اتجاهي كده حصل الدفع. ما حصلش. خلاص يبقى الخطوات دي خطوات اختراق. بعد كده دي المرحله الاساسيه ايه؟ ببدا افتح رجلي، بمشي بالكوره، عملت الدفع وعمليه الختاميه اللي هي المتابعه. بعد كده بوضح له ايه هي الاخطاء الشائعه. ان حضرتك لو ما خدتش خطوه برجلك الشمال في اتجاه اللعب، يعني العقل كان مننا الناس النهارده بتعملها كده. ما خدتش خطوه في الشباب صح؟ كانوا بيعملوا بوش كده، قلت لك خد الخطوه للاخر. طيب اهي ايه تاني؟ ان انت مش هتبص للكوره واصله للنقطه، هيعمل الخطوه بتاعتك. بعد كده الكوره ترتفع عن الارض. طب ايه تاني؟ عدم تنفيذ المتابعه. واروح جايب له الصور اللي تلغي الحاجات دي. تلغي الحاجات دي. خلي بالك واروح جايب له موقف في الموضوع. بص كام وش بتاعك في الهجمه دي. عديته كام وش؟ عيدها تاني. عيده كام وش؟ لا مش صعب. 1 2 3 4 ده هنسميه فريكشن. احنا واحد تغيير اتجاه بس البساطه اللي بين فعلا وفي اتجاهات ايه؟ مختلفه. اتجاهات ايه؟ بس اسمها يا دكتور المفروض البوش ما يطلعش صوت صح؟ مش يعني ايه مش عايز تقف عند النقطه دي لان ممكن يتعمل مخطوط عادي فاهمني؟ مضروب عادي بس انا بقول لك شفت الاتجاهات عامله ازاي؟ معلم مهاره مش معلم مهاره بعد كده انت ممكن تطورها. ايه المشكله اللي يمنع ان انت تخبط الكوره؟ حاجه تمنع؟ لا معلمين كده غلط قانوني؟ لا مش غلط خلاص بس خلاص لكن انت بتعلمه الاساس وبعد كده تظبط ايه؟ ابدا بقى اقول له التدريبات اللي انا هستخدمها. ده نوع من انواع التمرين السهل جدا اللي احنا بنستخدمه اللي هو الباص. خلاص تهيئه مهاريه بحط الهدف وبحط الزمن وبحط وصف الهدف. اياك تحط تدريب من غير ما تحط المتغيرات دي فيه. زودي زي ما انت عايز. خلاص هاي بصوا كده الهدف والزمن ووصف الاداء وحطيت الرسم وطورت وبعد كده بنطور بقى. كنتش ممكن في الرسم ما ارسمش الملعب صح؟ يعني مش شرط ارسم الملعب من الاول طبعا للاخر. لا مش شرط. يعني مثلا انا احنا اهو بص بص يا كوتش احنا ده الملعب ايوه ماشي ده مش الملعب ايوه بس كل ما اغطي الصوره الذهنيه والبصريه والسمعيه للعيب كل ما اللعيب نقل انقلوا دايما لعيبكم النقطه الابعد. خلاص ده هشوفه دلوقتي في الجيم نبص كده مع بعض. شفتوا النقلات اللي احنا عملناها وتغيير الاتجاه وارجع تاني بالكوره نفس التدريبات. الفينش بتاع الهجمه دي فينش خلاص. بص على الهجمه دي بصوا الباص هنا 1 2 بصوا كده شفتوا الشكل التاني ده اللي حصل ولا مش ده اللي حصل جوه في الملعب؟ خلاص شوف انا ممكن اوصل